قناة الشيخ إبراهيم الزبيدي. عباد الله، بشر الحافي رحمه الله سئل كيف كان ابتداء أمرك ونحن نسمع ذكرك بين الناس كأنه ذكر نبي من الأنبياء. قال: كنت سائرا يوما في طريقي فوجدت قرطاسا مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذته من الأرض ثم نظفته، فمررت على بعض العطارين ولم يكن لدي إلا درهمان لا أجد غيرهما، فاشتريت بهما غالة طيب فمسحت بها ذاك القرطاس ثم علقته في بيتي، أي رفعه عن الأرض. فنمت نومة فسمعت هاتفا في النوم يقول: يا بشر، طيبت اسمي ورفعته عن الأرض، لو طيبن اسمك كما طيبت اسمي ولا أرفعن ذكرك كما رفعت اسمي. فأصبح بهذه المثابة. ونحن اليوم عباد الله نخاف على أنفسنا مما نشاهد. الجرائد والمجلات والصحف تكتب فيها أسماء الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وأين نجد هذه الجرائد؟ ملقاة في الأرض يطوف الناس بأقدامهم، أو نجدها مرماة في أماكن النفايات، أو توضع تنظيفا للزجاج، أو في أماكن البلاعات، أو سفرة لأطعمتنا وفيها اسم الله واسم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ناهيكم عن الكتب الدراسية، كتب التوحيد والحديث والفقه والتفسير. أيام الاختبارات مرماها أمام المدارس، يطوف الطلاب بأقدامهم وتدعسها السيارات بكثرها، ثم تؤخذ وتجمع لتلقى في النفايات. المصاحف الشريفة كلام رب العالمين يلقى في النفايات. عباد الله، ألا نخاف أن ينزل الله علينا عقابه، أن يحل بنا غضبه. أتاني يوما من الأيام أحد عمال النظافة، أتى وهو يرتجف باكيا ويقول: تعال انظر، تعال انظر، أين الهيئة؟ قلت: مالك؟ تعال انظر. ذهبت معه إلى النفاية القريبة من هذا الجامع فوجدت أكثر من 50 مصحفا ملقا داخل النفاية. والله إنني قد حدثت من أكثر من شخص عن هذا الأمر. ووجدت عاملا آخر عند مدارس البنات وهو يجمع النفايات وفيها المصاحف الكثيرة المرمية في داخل النفايات. أو يوضع كتاب رب العالمين يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو يوضع كتاب رب العالمين داخل النجاسات وبين الحجاب. ألا نخاف الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ هذا ذكر لضعفنا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم ننسى هذا كله ونسيء إلى أنفسنا بإساءتنا إلى كتاب ربنا. أعلم أنكم تعلمون هذا الأمر يقينا وقد سمعتموه كثيرا.
ولكن من منا من ينصح، ومن منا من ينهى عن هذا المنكر العظيم. حتى إن الأعداء وجدوها فرصة لتغافلنا، يكتب اسم الله حتى في بعض الأحذية وبعض الملابس، بل وبعض نسافات السيارات، إمعانا في السخرية، لأن من أضل نفسه بإذلاله لكتاب ربه يستحق أن يهان، ومن رضي بالذل يضرب بالنعال. لأجل هذا عباد الله يجب أن نخاف الله عز وجل، يجب أن نخاف الله عز وجل.